أن تضحيات مدينة الشهداء مدينة تل عفر منذ النزوح ولحد هذا اليوم يتقدموا أكثر من 2000 شهيد وهم نازحين، وبعد العودة إلى مناطقهم واستقرارهم وجدوا مشكلة كبيرة يهدد حياتهم وحياة عوائلهم، ألا وهي العبوات النازفة التي زرعها تنظيم داعش الإرهابي في مساحات كبيرة وواسعة من أراضيها وكذلك في البيوت. وعلى الرغم من المناشدات العديدة من قبل أهالي مدينة تل عفر ومن قبل نوابها، إلا أنه لا يوجد أي آذان صاغية وبشكل جدي لهذه المناشدات في حل هذه المشكلة. فيوم بعد يوم تسقط على أثر هذه العبوات العديد من المواطنين الأبرياء، وأمس وفي أثناء تواجدهم في حصاد الحنطة انفجرت أكثر من عبوة وأدت إلى استشهاد 4 شهداء وجرح 2 آخرين. دولة رئيس الوزراء، إلى متى تبقى مناطقنا مهملة من قبلكم ومن قبل الحكومة المحلية في مدينة نينوى؟ إلى متى سوف نضحي نحن المكون التركماني ثاني مكون في مدينة الموصل؟ نرجو من سيادتكم التدخل المباشر لإيقاف نزيف هؤلاء الأبرياء وحل هذه المشكلة التي أصبحت عائق كبير أمام أهالي مدينة الشهداء مدينة تل عفر الصامدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.